بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للقوات اليمنية التي قاتلت في معركة الشرف دفاعا عن الجناح الشرقي للوطن العربي ضد العدوان العنصري الفارسي، مثلما قاتل العراقيون الأماجد دفاعا عن الأمة العربية كلها وكرامتها وحريتها، وتثمينا للدور الذي قامت به هذه القوات في التعبير عن مبادئ التضامن القومي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وتضحياتها التي رفضت القادسية الثانية بدم عربي طهور ساهم في تعميق البعد القومي لهذه المعركة العظيمة، واستنادا إلى أحكام المادة 20 من قانون الأوسمة والأنواط رقم 95 لسنة 82 رسمنا بما هو آتي: منح وتقليد لواء العروبة اليمني الموجود في العراق وسام قادسية صدام من الدرجة الأولى على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي الذي أبداه المقاتلون الشهداء الأبطال في القوات المسلحة اليمنية التي شاركت في القادسية الثانية، وتجسيدهم للقيم العربية الأصيلة بتضحيتهم بالنفس دفاعا عن الجناح الشرقي للوطن العربي، مثلما ضحى إخوانهم في العراق لحماية الأمة العربية وكرامتها وحريتها، ولما تمثله تضحية الشهداء اليمنيين من أصالة تعبر عن وحدة الدم والمصير، وتقديرا لدورهم المتميز في معركة الشرف هذه، واستنادا إلى أحكام المادتين 20 و 26 من قانون الأوسمة والأنواط رقم 95 لسنة 82 رسمنا بما هو آتي: أولا، منح كل من الضباط اليمنيين الشهداء المدرج أسماءهم أدناه وسام قادسية صدام من الدرجة الثانية ونوط الشجاعة الملازم محمد علي أسود جيزل، الملازم هادي محمد صالح، الملازم صالح علي عبد الشماحي. ثانيا، منح كل من الشهداء اليمنيين المقاتلين المدرج أسماءهم أدناه نوط الشجاعة: نائب ضابط محمد حسن الوشاح، نائب ضابط منير علي سعد، نائب ضابط صالح علي يونس، رئيس عرفاء عايض أحمد محمد الشبيبي، رئيس عرفاء ناصر أحمد علي النقيب، رئيس عرفاء ناصر علي محمد القرن، رئيس عرفاء محمد قائد محمد العقرة، رئيس عرفاء منصور محمد يحيى، رئيس عرفاء محمد أحمد حميد لطف، رئيس عرفاء محمد حسن علي عبد الله، العريف محمد حميد عبد الجماعي، العريف عبدو علي سنان محمد، العريف علي محمد عبد الله، العريف محمد إبراهيم علي شميلة، نائب عريف حسن عبد الله مجنح، الجندي صالح أمين صالح السعدي، الجندي عبد الرحمن أحمد صالح القحيك، الجندي مبخوت أحمد وهان، الجندي صالح صغير القشوي، الجندي يحيى جبران حمزي، الجندي جزولي مروعي حدادي، الجندي صالح محمد عوض، الجندي عبد محمد قائد الأسود، الجندي مسعد محمد عبد ربه، الجندي أحمد سليمان عبده، الجندي صالح محمد الجزيري، الجندي محمد حسين غانم، الجندي أحمد طاهر فاسع، الجندي أحمد علي عبد الله، الجندي علي سعيد محمد قايد، الجندي محمد أحمد المشتي، الجندي ناجي ناصر سعد الحيدري، الجندي سالم مهدي عارف، الجندي مرشد عبد الوهاب محمد، الجندي محمد سعيد فارع، الجندي صالح مثنى صالح، الجندي مهدي عزيز محمد، الجندي عبد محمد سعيد الجمدي، الجندي ناصر فتاحي بن مسعد الفتاحي، المقاتل هادي غالب عاير، المقاتل محمد ناصر قطيع، المقاتل مصلح سيف مصلح، المقاتل أحمد الحاج علي محمد، المقاتل عبد السلام عبد الرب، المقاتل صالح عبد الله المقشي، المقاتل مطيع عبد الجليل الجماعي، المقاتل علي محمد صالح، المقاتل جمال محمد علي، المقاتل محمد ناجي علي، المقاتل أحمد محمد عبد الله،
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية.